السلام عليكم. جبت لكم اليوم الحلوى ديال الطفوله، الهلال ديال الكاوكاو. جبت لكم مقادير سهله، كيجي هشيش وما كيتهرف معكم وغادي يصدق معكم من التجربه الاولى. واحد القصعه غنديروا 125 غرام ديال الزبده حيوانيه درجه حراره الغرفه، نزيدها واحد كاس لاروب ديال السنيده ونمعكوه مع بعضياتهم مزيان حتى تذوب لينا ديك السنيده. من بعد غادي نزيد واحد رشيشه ديال القرفه، غنزيد نص كاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيد واحد 250 غرام ديال الكاوكاو يكون مطحون مزيان حتى يتعلك، محمر اكيد، وطحنوه بقشورو حتى يتعلك معكم. عاد ديروا ما يبقاش بحال اللي مهرمش، حتى الا خليتو مفرش غادي تبقى تهرس لكم هذيك الهلال. نزيدوا نص كاس ديال المزهر ونمعكو كلشي مزيان باش يدخل لينا داك المكونات في بعضياتها وتخلطوا لينا مزيان مع بعضياتهم. غادي نبداو نزيدوا الدقيق بالتدريج. انا هنا دخلت واحد 3 الكيسان ونص تقريبا، نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي كتجينا العجينه بحال هكا، كان ما تكونش قاصحه بزاف وما تخليوهاش جاريه. انا كنبدا هنا ندير كويرات ونعبر باش يجيوني الهلال قد بعضياتهم، ما يجينيش واحد كبير وواحد صغير. نتوما اللي ما عندهاش الميزان دير عينها ميزانه. انا هنا درت كويرات، عبرت كل وحده درت فيها 30 غرام، ومن بعد كنبقى نشكلهم على الشكل ديال الهلال وكنحط في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. درت ليها من تحت البابي كويسو. صافي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا هكا كنكون كملتهم كاملين، دخلتهم للفران يتحمروا. ما تغفلوش عليهم نهائيا حيت هما ما كيطيبوش بزاف باش يبقاو لينا هشاش. انا هنا راه تحمروا لي شويه من التحت، غفلت عليهم، وشي كويرات بقاو ليا درتهم هكا غريبه، ودرت ليهم لوزه من الفوق. كنجبدوهم من الفران يبردوا لينا غير واحد شويه، ما تخليهمش يبردوا بزاف، وفندوهم في السكر كلاصي يكونوا دافين باش يلصق فيهم داك السكر كلاصي. وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم، وراه كيجي هشيش وكيذوب في الفم. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، وخليو لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات، والبارطاج إلا كان ممكن.